كل سنة وانتوا طيبين، تتعاد عليكم الأيام بالخير. ده روتين فرش الصالة بعد تنظيفها التنظيف العميق. يلا 1 2 3، غمضوا عينيكم وفتحوها، هتلاقوا أحلى فرش الصالة وأحلى زينة. تتعاد عليكم الأيام بالخير وعايدة ربنا ما يقطعها لنا، أمين يا رب العالمين. بصراحة اللي كان بيساعدني يومها كان محمد، ما كانش عنده دروس وصعبت عليه وماما انا هساعدك. بقيت قال لي خدي انتي صوري وانا هحط انا الشلت وهساعدك يا ماما النهارده. ربنا يبارك له. وانا بفرش كمان حافظة السجادة، بقيت اشيل الصالون هو ينزل تحت يفرش تحتيه، يعني علشان مكنتش قادرة انا اشيل وافرش في نفس الوقت. ربنا يبارك في عمره يا رب. بصوا بقى الصالة وجمالها. انا على فكرة ما اشتريتش حاجة جديدة غير فانوس ايقية والمبخرة وبس. التمارة كانت عندي، الخداديات دي جديدة. هقول لكم انا عملت ايه. هي دي اجدد حاجة وكانت موفرة جدا. الفانوسين دول كانوا عندي، كان بابانا يعني جايبهم لسما ومحمد. والبرواز ده هو برضو اللي جديد، محمد الله يبارك له جايبهولي في عيد الام. ربنا يبارك لي في عمره يا رب ويحميه ويحفظه من كل سوء، امين يا رب العالمين. كان عندي الهلال دوت من السنه اللي فاتت، كان عندي الفانوسين من السنه اللي فاتت، حتى المفارش من السنه اللي فاتت. بصراحه الحاجه السنه دي غاليه، ومادام انا عندي ليه اصرف وليه اجيب؟ حتى يبقى يعني حرام. الفلوس دي اولى بيها حد تاني لو هي زايده عن حاجتي، مادام الحاجه لسه جديده ولسه بخيرها وبشوكها، لا مقطوعه ولا ادمت ولا اي حاجه. كل اللي انا جبته بس فانوس ايكيا، والكعبة المبخرة دي كانت اختي ربنا يخليها لي جايباها لي هدية. بصوا بقى المطبخ بسيط برضو ازاي. بصوا ده برطمان المخلل اللي كنت عاملاه معاكم، وطلعت كيسة عجينة فلافل والفول يفكوا على ما يجي ميعاد السحور. وغيرت اللون بس المطبخ بالرول البيج ده كان اورنج، خليته بقى اللون البيج ده، حسيته ان لونه اهدى شوية. والرول خلص مني على اني اعمل الرخامه كمان. ان شاء الله هجيبه واكمل الرخامه. بصوا بقى المنظر هادي، وزينت التلاجة زي ما انتوا شايفين كده بحاجه بسيطه. حاسه المطبخ كده هادي اكتر. فضيت رخامه الحوض، البوتاجاز زي الفل، غسلته من فوق وتحت. حتى الزينة اللي على التلاجة دي كانت عندي قبل كده. نيجي بقى للصالة، ان كل اللي جددته بس في الصالة. عارفين الشلت اللي موجودة ديت بتاعت الخيامية؟ انا ما اشتريتهاش جاهزة، انا جيت اشتري كوشنات جاهزة لقيتها غالية ومش قيمة. فجت في بالي فكرة ان انا اروح اشتري قماش الخيامية بالمتر وانا اعمله بايديا. وده حصل فعلا. رحت جبت المتر ب30 جنيه. ما شاء الله تبارك الله. كان مبروك معايا. عملت بقى ال5 اكياس للكوشنات كده بايديا. شلت الاكياس القديمة او اللي كانت عندي وخدت مقاساتها على القماشة اللي انا جايباها بالمتر، وبقيت اقص والله وبالابرة والخيط فقط لا غير. وفضلت بقى اخيط واعمل واقيس لحد ما اتظبطوا معايا. ما شاء الله عملوا 5 كوشنات زي ما انتم شايفين. وفرت ولا ما وفرتش؟ انما بره بتجيبيها ب50 وب60 الكيس الواحد. فده طبعا غالي. وانا بحب الكوشنات اكترها خيامية اكتر من اي حاجة. كان عندي كوشنات من السنة اللي فاتت، يعني كان حد جايبها لي. بس يعني كويسة مش وحشة، بس حسيتها مش دي اللي في دماغي. فقلت السنة الجاية ان شاء الله هجيب الكوشنات اللي انا عايزاها. فلما لقيت الاسعار كده فقمنا جايبين بقى بالمتر. قمت جايبه بالمتر وقمت قسطه ومخيطه على ايديا. ده بقى كان منظر النهائي بتاع الكوشنات. حلو جدا، انتوا شايفينها جميله ازاي. بس اللي انا ندمت بقى ان انا ما عملتوش، ان انا كنت جبت متر كمان، عملت مفرش للصالون ومفرش للشفونير عشان يبقى طقم بقى كامل. بس يلا مش مشكله، تتعود السنه الجايه بقى باذن الله ان عشنا وكان لنا عمر. خلاص بقى كان وقت السحور قرب. ده بقى كيس الفول اللي انا كنت عاملاه وطلعته اهوت اعمله معاكم. كان طعمه جميل جدا، احلى من اللي انتي بتجيبيها من بره، بتجيبيه من بره مليون مره. حطي بقى كمون، حطي زيت، حطي ملح، ظبطي بقى طبق الفول بتاعك كويس جدا. ودي برضو عجينة الفلافل اللي انا كنت عاملاها، اللي انا كنت عاملاه معاكم في اخر فيديو. الفلافل خلصناه وعملت تاني، حلوة جدا. عملتها في الخلاط من اول خطوة لاخر خطوة، وانا ما فصلتش الفيديو.
بصوا ما شاء الله لا فكت في الزيت ولا اي حاجه، الزيت نضيف زي الفل. يعني انا ما فصلتش، تعمدت ما افصلش الفيديو خالص علشان تشوفوا معايا عجينه الفلافل ناجحه قد ايه، ولا فكت مني في الزيت ولا اي حاجه. بصوا لونها جميل جدا، ده كمان غير ان طعمها حلو قوي. يعني اللهم لك الحمد، طالعه مظبوطه معايا. فكره انك تعملي عجينه الفلافل في الخلاط وتصفيها بعد كده بمصفى من الميه اللي فيها، فكره ناجحه جدا جدا، بتوفر وقت وبتوفر مجهود معاكي، وبتطلع العجينه ناعمه وزي الفل. حطيت بقى السحور بقى، كان عندي بقى لانشون وجبنه تركي والزبادي، ده انا لسه منزله لكم الفيديو الصبح. الزبادي البيتي ده نضيف جدا جدا. فكره انك تجيبي كوبايه زبادي واحده على كيلو لبن وتعمل لك 6 بولات، فدي حاجه حلوه جدا، لانها بتوفر عليكي. في واحده ممكن تقول لي كيلو اللبن يعني عامل 20 جنيه، وانت وفرتي ايه كده؟ لا انا وفرت، هقول لك وفرت ايه. اولا كوبايه الزبادي من بره صغيره جدا، معلقتين وتلاقيها خلصت. انا عامله 6 بولات ما شاء الله تبارك الله، مشبعين. يعني انتي خدتي بوله واحده يعني هتشبعي منها، لانها ما شاء الله مليانه. فاهماني ازاي؟ غير انها صحيه ومفيده ونظيفه، وعامله الحاجه بايديكي في البيت، ضمناها وضمنه نظافتها لولادك. والفول برضو والفلافل ضمناهم وضمنه نظافتهم. حاولي تعملي بقدر الامكان اللي تقدري تعمليه في البيت بايدك لولادك، ما دام مش هياخد منك لا وقت ولا مجهود، وبالعكس هيوفر عليكي كتير. هيوفر عليكي شراء من بره، هيوفر عليكي نزول. فاهماني ازاي؟ في اي وقت تطلعي وتعملي الاكل، اي وقت تطلعي وتاكلي او في البولات. يعني دي بس حاجه كده، وبعدين حلوة تعملي جدا. لها ساعات ايه الواحد الحضانه بيبقى مش بتاعتها، اللي قادر هي ينزل تحطيها في تشتري صينيه اقل تحطي فيها حاجة، ميه سخنه اقل وتكوني طلب من مسخنه بره. فرن. فانت مش يبقى عندك هتعملي حاجتك في اكتر في التمام كده. البيت، تتعبي يوم وده كان وتريحي. الفيديو بعد كده بتاعي. النهارده يا رب يكون عجبكم ده الروتين كان من اول سحوري بقى تنظيفات النهارده، زي ما الصاله شفتوا عملت فول او وفلافل بالجبنه فرش التركي الصاله باللانشون، وزينة وعملت رمضان. الزبادي حطيته، وكمان وكنت سالقه المطبخ كمان بيض، بسحورنا يعني. كان يومنا وطلعت العيش مليان يفك بصراحة. كنت جيت وطلعت في اخر القرص اليوم بعد تفك. ما حطيت لهم وده كان السحور يا سحورنا دوبك صليت اول الفجر ونمت. ليله في سيبش رمضان. لنفسي بيبقى يوم مرهق، بس كل كل سنه فرحة. وانتم طيبين وبهجه يا كمان. رب تكونوا دايما كل بخير، سنة وانتم طيبين، وتتعاد تتعاد عليكم عليكم الأيام الأيام بالخير بالخير. والصحة ما أتمنى بقى ما والسعادة إن تنسونيش شاء باللايك الله. والاشتراك لأول مرة بتشوف بصوا قناتي. السحور كان حلو، السلام يفتح عليكم عليكم ورحمة والله. الله طبعا وبركاته. أنا كنت بقى جيت للوقت ده، كنت خلاص فصلت صراحة مجهود. يا دوبك بقى الفجر أذن صليته ونمت. بصراحة يعني كنت مجهدة جدا. اليومين اللي قبل رمضان بيبقوا مجهدين زي اليومين اللي قبل العيد، بس بيبقى كلهم تعب بس كلهم فرحة وبهجة. فرحة دخول رمضان دي فرحة تانية، يا ريت السنة كلها رمضان. اتمنى الفيديو بتاعي النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك وبالاشتراك. اللي لأول مرة بيشوف قناتي فعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. واتمنى اللي تدخل او اللي يدخل يتفرج على الفيديو ولو دقيقتين ما ينساش يعمل لي لايك، لان هو اللي بيرفع الفيديو لاكبر عدد من المتابعين. برضو هقول لكم زي كل مرة بلاقي المشاهدات اكتر من اللايكات. مادام دخلتي او دخلت تشوف الفيديو حتى لو دقيقة، ما تستخسريش او تستخسر فيا اللايك. زي ما قلت لكم بيرفع الفيديو. لو الفيديو جاب اللايكات على قد المشاهدات كان زمان الفيديو اترفع وبقى من المقترحات، وكان زمان القناة اتعرفت واتشهرت اكتر من كده. ففضلا وليس امرا ما تستخسروش فيا اللايك وكمان تعليق حلو منكم. واشوفكم على خير بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع بيتك منور مع سما. اشوفكم بقى على خير.